ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم طريقه القرنبيط المقرمش. اول حاجه انا جبت قرنبيطه وقطعتها كده بالشكل دوت. هوريكم ازاي نقطع القرنبيط عشان تبقوا عارفين التنظيف بتاعه. ادي هي باخد الجزء دوت كده من القرنبيطه وابدا اشيل الزوايد اللي هنا دي كده، بنضفها. وببدا بعد ما اخلص القرنبيطه كلها بغسلها كويس، وبعدين انقعها في ميه وخل شويه، وبعد كده بشطفها وبجهز لها ميه مغليه عشان اسلق فيها القرنبيط. جبت حله وحطيت فيها ميه وهغليها اهي دلوقتي، وهضيف لها معلقه كزبره كبيره، وهضيف لها ملح كمان. هسلق فيها القرنبيط. انا غسلت القرنبيط كمان اهوت ونقعته في ميه وخل لمده نص ساعه، وبعد كده شطفته بالشكل دوت. هبدا اضيفه هنا بقى كده. بتحطي كل القطع اللي هي قد بعض على قد ما تقدري، يعني تحاولي تحطيهم قد مع بعض كده عشان بياخدوا سوا واحد. انا زهرات القرنبيط ما بقطعهاش كبيره قوي، بخليها كده يعني متوسطه عشان لما تستوي تبقى مقرمشه، ما تبقاش طريه قوي من جوه. ولما بسوي القرنبيط هنا كده في السليق مش بسلقه فتره كبيره، بخليه نص سوا. القرنبيط كده استوت معايا كله اهوت بالشكل دوت اهي كده. بتدوسي على الزهره كده تلاقيها طريه هي معاكي اهو. جبت طبق هنا وحطيت فيه بيضه، بحط بيضه للقرنبيط. بعد كده بروح جايبه كوبايتين دقيق بحطهم هنا. جبت توابل كمون، كزبره ناشفه، فلفل اسمر، توم بودره، وهضيفهم برضو على الدقيق. انا هعمل عجينه بس ما تكونش سميكه قوي ولا تكون طريه. هحط ملح بقى حسب المذاق. احط كوبايه ميه واضربها كده واشوف سمك العجينه ايه. لو لقيتها سميكه معايا هزود ميه تاني لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. كده حطيت كوبايتين ميه، هحط كوبايتين الدقيق اللي انا حطيتهم. التوابل بتدي ريحه حلوه للاكل وطعم جميل. الكزبره من الحاجات الحلوه اللي بتبقى طعمها حلو في القرنبيط. والثوم البودره برضو بيدي طعم حلو. الكمون ضروري جدا في القرنبيط عشان بيشيل الروائح الكريهه اللي فيه برضو، وبيساعد على الهضم. لو حسيتي ان العجينه خفيفه بتزودي لها شويه دقيق، حسيتيها ان هي تقيله تزودي لها شويه ميه لحد ما توصل للشكل ده كده، شبه عجينه الكريب. ما تبقاش تقيله قوي ولا خفيفه قوي. هبدا دلوقتي هضيف لها، انا عندي خضره اهي، شبت وبقدونس وكزبره غسلاها ومقطعاها بالشكل دوت اهي. هاخد شويه من هنا هضيفهم كده. انا بعمل طريقه كويسه للخضره بحافظ عليها وبتقعد عندي فتره طويله. بجيب الخضره وانضفها كويس من اي حاجه فيها ملهاش لازمه، يعني من الحاجات اللي مش حلوه فيها. وبعد كده بروح غسلاها وبعدين بنقعها في ميه وخل. الخل ده اساسي في كل الخضروات اللي انت بتغسليها او في اي حاجه انت بتغسليها في الاكل، يعني بتكوني بتجهزيها. بستعمل دايما خل عشان بيعقم الحاجه. فبعد كده بحط ميه وخل واغسل الخضره فيها، وبعدين بصفيها واجيب فوطه نظيفه بتاعه مطبخ بقى اللي هي اللي بتستخدمها في المطبخ. فوطه بتكوني مخصصاها للمطبخ، بتفرديها على الترابيزه وتحطي فيها الخضره وتلفي الخضره كده. بتلفي الخضره بالقماشه اللي انت بتستخدميها ديت او بالفوطه لحد ما تشرب كل الميه اللي فيها، وبعدين بفردها وبعدين بخرطها. واول ما الاقيها بقى ما بقاش فيها اي ميه بروح مخرطاها كويس، وبعدين بحطها في كيس
كويس واحتفظ بيها في التلاجة. دي بتفضل معايا فترة كويسة في التلاجة، اللي اكون عايزة اعمل سلطة، عايزة اعمل مثلا قرنبيط، اعمل محشي، اعمل اي حاجة، بقدر احتفظ بالخضرة فترة طويلة من غير ما تسود مني او تبوظ. ودي طريقة حلوة لحفظ الخضرة. خلاص كده انا دلوقتي ظبطت العجينة اهي. ابدا اضيف لها القرنبيط. حطيته في الخلطة كده بالشكل ده، وجبت انا هنا طاسة حطيت فيها زيت. هبدا اضيف فيها القرنبيط، بس وانتي بتاخدي بقى القرنبيط من الخلطة بتعملي كده، بتقلبي كده زهرة القرنبيط كده عشان تشيل بقى من الخلطة اللي انتي عاملاها كده بالشكل ده، وتبقى مقرمشة من بره كده واخدة طعم حلو. الافضل في الخطوه دي ان انت تستخدمي كده ايديكي عشان تقدري تشيلي من الخلطه كده كميه كبيره. هنبدا بقى نقلب القرنبيط. اول ما بيتشمع كده من تحت في الزيت بنبدا نقلبه كده عشان ما يستويش من جنب وجنب يتلقى، فلازم كده بتقلبيه. متمليش الصينيه قوي قرنبيط وانتي بتحمريه، وبتكوني حاطه كميه زيت كويسه. القرنبيط خلاص اتحمر معايا اهو، لونه جميل وريحته حلوه قوي. دلوقتي كميه بقى من القرنبيط اللي هو التاني اللي معايا. هعمل قرنبيط سوتيه. خدت القطعه اللي هي الصغيره بقى ديت عشان اعمل بيها قرنبيط سوتيه اللي ما بيحبش القرنبيط المقلي. جبت حله وحطيت فيها معلقه زيت، واحط فيها معلقه ثوم مهروس. ودي طريقه جديده للقرنبيط او طريقه ثانيه يعني مختلفه غير القرنبيط المقلي اللي احنا متعودين عليه. انا هنا معايا قرنين فلفل رومي مقطعهم قطع صغيره، هبدا اضيفهم هنا على الثوم. لو حابه تضيفي فلفل حامي ماشي. ومعايا هنا معايا 2 طماطم، واحدتين طماطم قطعتهم برضو قطع صغيره. هضيف لهم ملح وفلفل وكمون. هضيف دلوقتي التوابل: نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، معلقه بابريكا. البابريكا اختياري، لو ما عندكيش خلاص بحط معلقه ملح وبعدين اظبط الملح بقى حسب المذاق اللي انا عايزاه. هشوح كده التوابل في الخضار اللي انا عاملاه اللي هو الفلفل والطماطم والثوم. هضيف لها شويه ميه عشان اسوي الطماطم، شويه ميه صغيرين. واول ما الطماطم تتسبك معايا هبدا اضيف لها القرنبيط، هغطيها واسيبها تتسبك. خلاص الطماطم اتسبكت معايا، هبدا اضيف لها بقى القرنبيط اللي انا سلقاه هنا، ده مقطعاه قطع صغيره. وهنا القرنبيط ده ما بياخدش بقى سوا كتير معايا، لان انا مش عايزاه يبقى طري قوي، انا عايزاه يبقى فيه قرشه كده. فانا يعني هخليه دوبك كده يتقلب تقلبتين معاه، او يقعد شويه كده حوالي 5 دقايق على النار، وبعدين هطفي عليه. ممكن تاكليه مع مكرونه، ممكن تاكليه مع رز، ممكن تاكليه كده لوحده بعيش، باي حاجه انت حابه تاكليها. ده حاجه جديده. هضيف له شويه ميه صغيرين كده، واظبط الملح بتاعه. اول ما هيغلي هرفع عليه النار. خلاص انا خلصت اهوت بالشكل دوت، وصفيته كويس جدا من الزيت، وعملت معاه سلطه طحينه وكمان هوت القرنبيط السوتيه. ولازم تخلي فيه شويه صوص كده عشان لو هتاكليه مع رز او مع مكرونه. وهنا كمان هقدمه مع جرجير. والهنا والشفا، واتمنى الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. القرنبيط المقرمش والقرنبيط السوتيه، والهنا والشفا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.